هو ده هيبقى شكلك لو ما حطيتيش واقي شمس. ريجينكس مش حامانه من حاجه وعامله لنا 2 واقيات شمس للجسم وللوش. ليه بقى؟ لان واقي الشمس ده اهم حاجه تستخدميها صيف وشتاء. طبعا احنا بنحطه صيف بس يا رب نحطه في الصيف. هو اللي يحميكي من بشرتك تسمار، يحميكي من التجاعيد، يحميكي من الحبوب، يحميكي من بشرتك المسامات اللي فيها توسع. وزي ما قلنا ريجينكس عامله 2، واحد للجسم وواحد للوش. الاثنين SPF 50 بيحموا من كل اشعه الشمس الUVA والUVB، حمايتهم عاليه جدا جدا جدا. عمرك ما تسمري ولا تلتهبي ولا تتحرقي معاهم. انا بسميه صن بلوك المصايف او واقي شمس المصايف. تروحي المصيف وهترجعي زي ما انت بالظبط. عايزه اوريكم بقى القوام بتاع الوش. ليه بقى؟ لان هو قوامه انا مش قادره اقول لكم خفيف ازاي. بصوا ملمسه عامل ازاي، خفيف جدا. البشره بتمتصه في ثواني، ولا بيلزق ولا بيدهن ولا بيعرق البشره ولا بيسيب طبقه بيضاء. شايفين البشره امتصته في قد ايه؟ يعني متخيلين؟ ده تحفه فنيه. تحطي بقى واقي الشمس امتى؟ قبل ما تخرجي بربع ساعه. طب لما تصحي من النوم اكيد مش هنحطه على بشره كده من غير ما نغسلها، لا، لازم تغسلي بشرتك الاول بغسول ريجينكس عشان ينضفها كده ويخليها بتلمع ويشيل كل الدهون البايته من امبارح، او حته مرطب نرطب بشرتنا كده عشان يديها نضاره. وقبل ما تخرجي بس بربع ساعه حطي واقي الشمس سواء على وشك او على جسمك، ولازم يتجدد كل ساعتين. وجينا لأهم فقرة اللي بتفيدكم قوي، هي فقرة الأسئلة. أول سؤال معانا بتقول دايما لما بحط السان سكرين بحس ان بشرتي عرقانة ومدهننة كده وكأني حاطة هم على وشي. معلش سلامتك من الهم. أول حاجة بصي، ده بيكون بسبب ان انت حاطة سان سكرين او واقي شمس تقيل مش مناسب لنوع بشرتك. فانا رايي انك تغيريه للريجينكس، لان الريجينكس مصنوع بتقنيه النانو تكنولوجي. زي ما شفتي امتصاصه خفيف قوي، هو اصلا خفيف على البشره، بيمتص بسرعه، ما بيعرقش البشره ولا بيدهن، فالمشكله دي كلها تتحل ومش هيبقى فيه هم ولا حاجه. تاني سؤال بقى، ينفع احط سان سكرين واحط معاه ميك اب؟ ده لازم. انت ما ينفعش تخرجي بالميك اب بس، الميك اب مش هيحميكي من الشمس. بس نعمل ايه بقى؟ نحط الاول واقي الشمس بتاع ريجينكس برضو عشان هو خفيف زي ما شفنا، فمش هيعرق بشرتك ولا هيدهن ولا هيبان كانك مش حاطه حاجه اصلا. واستني ربع ساعه، بعد كده حطي الميك اب اللي انت عايزاه. الميك اب يبقى شكله حلو، مش مدهن مش مفرول، بالعكس ده هيخلي الميك اب كده فيه جلو حلو وهتتحمي من الشمس. السؤال الثالث، السؤال ده مهم جدا جدا. دايما لما بحط السان سكرين او اي واقي شمس بحس ان انا بشرتي مأكسده ومغمقه. تقريبا دي اكتر مشكله انا بسمعها في حياتي، وده بسبب يعني دي 3 اسباب. اول حاجه واللي بيبقى دايما شائعه ان انت تستخدمي سان سكرين او واقي شمس مش كويس، مش فعال، حمايته من الشمس مش قويه. تاني حاجة ان انت ما تكونيش بتجدديه كل ساعتين، لازم واقي الشمس يتجدد كل ساعتين. تالت واهم حاجة ان انت تستخدمي هو بيكون واقي شمس بس ما فيهوش الفيتامينات والمرطبات اللي هتعالج بشرتك وترطبها مع حماية الشمس. يعني ال3 حاجات دول ريجينكس هيحلهم لك. ريجينكس حمايته عالية جدا. تاني حاجة فيه الفيتامينات والمعادن والمرطبات اللي هتحتاجها بشرتك عشان ما تأكسدش ولا تبقى بهتانة. تالت حاجة ريجينكس هيكون سهل جدا انك تجدديه كل ساعتين. انتوا زي ما شفتوا خفيف قوي، امتصاصه سريع، مش هياخد منك اي وقت. الفقرة اللي بتحبوها، اكتر فقرة بتحبوها في الحياة، الجايزة والمسابقة. سؤال حلقتنا النهاردة سهل جدا، فعندك فرصة كبيرة تكسبي. حطي بس الإجابة في الكومنتات وهتكسبي جايزة كبيرة قوي. الصن بلوك او الصن سكرين او واقي الشمس عامه بيتجدد كل قد ايه؟ شفتوا السؤال سهل ازاي؟ يلا كلكم اكتبوا الاجابات في الكومنتات.